هو انت ليه يا بابا بتعمل معانا كده؟ ما خلينا مقاطعين عمي وابن عمي، ده احنا حتى واحنا صغيرين لما كنا بنلعب معاه. يلا يلا ادخلوا جوه. وانا مش قايل لكم ما تلعبوش مع الواد ده تاني؟ ليه يا بابا؟ ده ابن عم واحنا عايزين نلعب معاه. تلعب معاه؟ انا قلت لا الواد ده ولا ابوه لينا علاقه بيهم تاني. ليه يا بابا؟ عم طيب واحنا بنحبه. طيب ده عايز ياخد فلوسي، وانا اللي اشتغلت مع جدكم، وانا اللي عملت الفلوس دي كلها، وهو ما عملش اي حاجه وعايز يجي ياخد الفلوس على الجاهز. ها ده بيحلم. انا مش هديله ولا مليم من الفلوس دي. يعني ايه يا بابا؟ يعني احنا مش هنلعب مع ابن عمي تاني ولا هنروح عند عمي؟ واللي هشوفه بيعمل غير اللي انا قلته هموته. يا بابا انا بحب ابن عمي وعايز العب معاه وبحب عمي. الكلام اللي انا قلت عليه يتسمع. حاضر يا حاضر. ده حتى عمي لما جه طالبك بحقه بعد السنين دي كلها. بابا. نعم يا ابني. انا بابا عايز 5000 جنيه مصاريف الكليه عشان اعرف اخش الامتحان، لان انا لو ما دفعتهمش مش هيرضوا يدخلوني. 5000 جنيه؟ حاضر يا ابني هجيبهم لك ان شاء الله قبل الامتحان هيكونوا عندك. ماشي يا بابا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي يا اخويا، زي ما قلت حق ومخليني مش لاقي 5000 جنيه ادوهم لولاد مصاريف كليتهم، بس انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اجيبهم لك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. امرني اجيب لحضرتك ايه؟ الامر لله يا ابني. الحقيقه انا كنت جاي اسال على اي شغل عندك. انا والله يا حاج شغال هنا اصلا، والمحل ده مش بتاعي، وصاحب الشغل مش عاوز حد تاني. ماشي يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما عادش في قدامي غير أخوي، بس خايف أروح له قروشنا زي كل مرة، بس أعمل إيه؟ أخلي مستقبل ابني يضيع عشان 5000 جنيه؟ هروح له بقى وأمري لله. عم محمد، اهلا يا عم محمد، اتفضل اتفضل. أبوك هنا يا بلال؟ ايوه يا عم موجود، اتفضل. تخيل يا بابا مين اللي جالنا دلوقتي وقاعد بره؟ مين؟ عم محمد. تخيل جه عندنا بعد السنين دي كلها. ايه اللي جابه هنا ده؟ انا مش عايز الراجل ده ما يجيش هنا تاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انا قلت لك بيتي ده ما تدخلوش تاني؟ من يوم ما انت اكلت حقي يا اخويا، وانا بيتك ده ما دخلتوش زي ما انت طلبت مني. امال ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انا جيت يا اخويا لما لقيت مستقبل ابني هيضيع بسببك. ما يضيع ولا يغور في داهيه، انا مالي؟ يا اخويا انا بس عاوز منك 5000 جنيه عشان لو تخش الامتحان، ومش عايز منك حاجه تاني. هو انت جاي لي بعد السنين دي كلها ومفكر ان ليك حاجه عندي؟ ايوه ليه؟ ده ورث من ابويا. ورث ايه يا ابو ورث؟ انت فكر ان ابوك هو اللي عامل الفلوس دي لوحده؟ من غيري ما كانش يقدر يعمل حاجه، انا اللي اشتغلت وانا اللي تعبت والفلوس دي من حقي. يلا اتفضل اطلع بره ما اشوفش وشك هنا تاني. يا خد ال 5000 جنيه مش هيأثروا معاك في حاجه، بس هينقذوا مستقبل ابني. قلت لك اطلع بره. بس يا اخويا اسمعني. بقول لك اطلع بره. بره. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخويا. يا بابا هو انت بتعمل مع اخوك كده ليه؟ حرام عليك. حرام عليا؟ يلا ادخل من قدامي. هو مين اللي بيعمل كده يا بابا؟ ما خليهم قاطعين عمي وابن عمي، وفوق كل ده انت كمان اللي واكل حقهم. ده ايه الظلم اللي انت فيه ده؟ اخلص يا كلب. انت بتعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك، وبتعمل مع اخوك كده ليه؟ حرام عليك. انت ظالم، انت ظالم. انا ظالم؟ انت ازاي بتكلمني كده يا كلب؟
للأسف الحادثة كانت شديدة جدا ومحتاج يعمل عملية ضروري، والعملية دي مكلفة جدا ونسبة نجاحها هتبقى قليلة. ولا الضالين. آمين. احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، بس للأسف البقاء لله. الو. انا اسف حضرتك، انا عارف ان المهله لحضرتك الشهرين اللي اديتهم لي خلصت، بس انا لما بعت لك البيت انا كنت ببيعهولك عشان خاطر عايز فلوس لعمليه ابني، وابني توفى هو بيعمل العمليه فضل اخرني، فاستاذن حضرتك بس تسيبني كمان اسبوع اشوف مكان انقل فيه. ماشي، شكرا لحضرتك. الو. ايوه يا احمد يا حبيبي. الحقني يا عمي، ابويا تعبان قوي وانا مش عارف اعمل ايه، بس بالله عليك يا عمي تعالى وما تعملش زي كل مره، ابويا فعلا تعبان قوي المره دي. ها تعبان؟ طيب هروح اغير هدومي واجي لك حالا. افرح يا بابا، انا كلمت عمو وقال لي ان هو جاي. بابا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. ابوك فين يا احمد؟ انت جيت متاخر قوي يا عم. ايه اللي حصل يا احمد؟ ابويا مات. اخويا اخويا سبتني ليه يا اخويا قبل ما تسامحني؟ انا ظلمتك كتير بس ربنا انتقم لك مني. ابني مات وما عادش انت اي حاجه.